السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. جبت لكم اليوم معايا كيكة. يعني تقدروا تعتبروها تحلية. راح نحتاج في هذه الكيكة 4 حبات بيض، كاس قهوة، عندنا كاس زيت، كاس سكر، 2 كيسان ونص فرينة، وزوج خميرة الحلوى، وعندنا كذلك نسكافيه والكاكاو. الكاكاو يعني حوالي 2 مغارف كبار. في الإناء نحطوا البيض، يعني هاد البيضة تقدروا ديروها كذلك ب2 بيضات برك. أنا هنا ضاعفت البيض على جال البلاطو كان عندي كبير. كما راكم تلاحظوا في الصورة نحطوا البيض 4 حبات. هاد الكمية تعطيكم يعني ما شاء الله. أنا درتها في بلاطو كبير، لأنه هاد النوع من الكيكات ما يجيش يعني عالي، تجي شوية هابطة. ومن بعد راح ندير طبقة تاع شونتيي مع الفواكه، مع الموز والأناناس، يعني الشي اللي كان عندك. وإلا ما كان عندك حتى فاكهة تستغناي على الفواكه، وديروا طبقة تاع كلاصاج بالشوكولاتة، ورشيت عليها يعني شوية نتاع الكاوكاو. كذلك إذا ما عندكش استغناي عليه. هنا ضربي البيض مليح مع السكر، مع كوب تاع سكر، ضربيه جيدا. من بعد نضيف الكميات الأخرى، هي الكاس تاع زيت. يعني ديريه بالعقل، صبيه بالعقل. من بعد راح نضيف الكاس تاع القهوة والنسكافي. الا كان ما عندكش نسكافي كذلك تقدري تستغني عليها، تكتفي برك بهذيك الكاس تاع القهوة اللي يعني كنتي طيبتيه الصباح وبقات لك، ولا يعني طلعي قهوة بريس عادية اللي نشربوها. تجي كذلك بنينة، وتجي يعني ذوقها مليح. انا برك نحب النسكافي دائما في الكيكات تاع الشوكولاتة، نحب دائما النسكافي. هنا بعد ما طلع لي الخليط كما راكم تشوفوا، نبدا نضيف الكوب تاع القهوة اللي ضفت له، يعني هذا النسكافي كإضافة برك. يعني ما تتقيديش بالنسكافي والفواكه والشي اللي كان عندك في الدار ديريه. تقدري ديري قلت لك 2 حبات بيض وتكملي نفس المقادير. انا برك كما قلت لكم البلاطو كان عندي كبير كبير، يعني ما شاء الله. يعني جات حوالي واحد 30 قطعة. نغربل هنا 2 مغارف تاع الكاكاو، ونديرو كذلك 2 خميرة الحلوى، و2 كيسان ونص تاع فرينة الطحين، 2 كوب ونصف من الطحين. يعني كيكة عادية وسهلة، تقدر يعني حتى بنتك يكون عندها 12 عام 10 سنين تقدر تطيبها. يعني سهلة ما فيهاش يعني مش معقدة، كيكة بسيطة وتعتبريها كذلك كتحلية. أنا هذه يعني تقريبا نخدمها بزاف لولادي، نخدمها لهم تبقى معايا واحد السمانة هكا، إلا ما كلاوش يعني يعني كلاو 2 مورسو في النهار، تبقى يعني أسبوع وانت يعني تهنيتي. كل يعني العشية تعطيهم قطعة قطعة منها مع كاس تاع حليب ولا قهوة، وانت يعني فريتيها. المهم ديري الطحين تاعك الفرينة 2 كيسان ونص، وتحركي الخليط، تحركيه بالفوي برك مع 2 خميرة الحلوى، وتحطيها في البلاطو طيب. من بعد راح ديري تشربيها سواء بالحليب ولا بالشربات، ولا يعني بشوية تاع قهوة وديري لها شوية سكر. يعني كي يعني السيرو تاعها انتي واش حبيتي تشربيها. كاين اللي شربها بالحليب برك. كي تشربيها ديري طبقة تاع موز،
تاع بنان مقطع دوائر. ولا كان ما عندكش، ديري الشونتيي. ضربي شونتيي، كاس تاع شونتيي مع نص كاس تاع حليب ولا ما بارد، وديري له زوج كريم ديسير تاع فلون كريم ديسير هذاك، وتضربيها مليح. الا ما حبيتيش ديري الفلون تاع كريم ديسير ولا كريم ديسير شوكولا ولا فاني، تقدري تستغنى كذلك، اكتفي بالشونتيي ونص كاس تاع حليب، وديري الطبقه نتاعك. ومن بعد راح تذوبي زوج علب تاع شوكولاته، وديري لهم يعني شويه ما دافي سخون، تحركيها. كما تقدري كذلك ديري لها علبه نتاع دانيت شوكولا، اللي يحب يعني الذوق يكون واضح بالشوكولاته. يعني انا سمحولي المقطع تاع الشوكولا كي ذوبتها راح لي، تمحالي ما عرفتش كيفاش. المهم يعني طريقه سهله ويعني بسيطه. ذوبي الشيكولا برك على حمام مائي، من بعد راح تضيفي لها علبه ولا 2 تاع دانات شوكولا وملعقه تاع زيت. تخلطي كل المكونات وديريهم فوق هذيك الشونتيل بعد ما بردت. طبعا تخليها تبرد واحد الساعه ولا ساعتين في الثلاجه. من بعد راح تضيفي الشوكولا وترشي عليها شويه كوكا ولا جوز الهند، يعني الشي اللي كان عندك. شوفوا هنا البلاطو شحال كبير. ويعني هذه هي الكيكه، يعني بسيطه وسهله. طيبوها وتكملوا الخطوات كما قلت لكم. ونتمنى ان شاء الله الكيكه هذه تكون عجبتكم. ما تنساونيش برك في اللايك. قبل ما تفرجوا الفيديو ديروا اللايك واشتركوا في القناه اللي مازال ماشي مشترك. ونتلاقاو كذلك في وصفات اخرى، وفي يعني ان شاء الله مملحات ان شاء الله يا ربي. هنا راني ندير في الشونتي كما قلت لكم. نورمالمون ندير الفواكه قبل، من بعد ندير الشونتي. هنا غلط، هذه يعني اضافه برك حلوه تاع الكابريز. هاد الحلوى ذوبتها في شويه، درت لها حوالي 2 مغارف تاع حليب وذوبتها على النار عادي، ويعني كاضافه برك لمسه من لمساتي. تقدروا تستغنوا على هاد الخطوات كاملين تاع الفواكه وتاع الكراميل. هذه هي الكيكه نتاعنا. هنا ندير عليها الكراميل ومن بعد نذوب عليها الشوكولا. واسهل اسهل يعني من هاد الكيكه ما كانش. تحمر لكم وجهكم. خليكم مع الصور، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى وكيكات اخرى ومملحات كما قلت لكم، وفرجة ممتعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.